السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهاردة يا جماعة هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع التوقيت المناسب للتلقيح، علشان طبعا نضمن عملية تلقيح إيجابية بنسبة 100%. والأهم من كده إن الأرنبة لما تيجي تولد تجيب عدد كويس، مش تجيب أرنب واحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة أو ستة، حتى لحد ستة يعتبر عدد قليل جدا بالنسبة للولادات في الأرانب. احنا بنقول الأرنبة المفروض من 7 أرانب وطالع، يعني ممكن تولد 7 8 9 وطالع. وطبعا بنلقح كل أرنبتين مع بعض أو ثلاثة، بحيث إن احنا بنعمل تبني من الأرانب وبعضها، بحيث إن كل أرنبة يبقى عندها حوالي 7 أرانب أو 8 أرانب، عشان طبعا نبقى شغالين صح. بالنسبة للتوقيت يا جماعة المناسب للتلقيح في الأرانب، هنقوله طبعا في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لايك للفيديو، واللي لسه مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. يا جماعة اللايك، اي حد بيتفرج على الفيديو يعمل لايك للفيديو، سواء كان الفيديو مناسب لحضرتك او حضرتك ما استفدتش بيه قوي، اعمل لايك عشان طبعا نقدر نستمر في الفيديوهات بتاعتنا. اول حاجة يا جماعة، احنا المفروض ننجي التوقيت المناسب بالنسبة لدرجة الحرارة، علشان طبعا ما نجيش في توقيت برد جوي في الشتاء زي بالليل مثلا، او زي يوم برد جوي ونبدأ ان احنا نلقح الارانب. وما نجيش في توقيت حر جوي بالنسبة لفصل الصيف، نيجي مثلا الظهر او العصر في التوقيت اللي الدنيا بتبقى حر فيه جوي ونبدأ ان احنا نلقح الارانب. لان بالطريقة دي يا جماعة احنا بنعمل ضغط على الارنب نفسه، سواء كان في درجة الحرارة او في البرودة. ومش هنلاقي نسبة الخصوبة عند الأرانب عالية، لأن طبعا الأرنب مش بيبقى مفكر في التلقيح، هو بيبقى مفكر في درجة الحرارة، اللي هو سواء كان سجعان بيبقى كاشش في بعضه، وسواء كان عنده احتباس حراري من الحر في فصل الصيف بيبقى برضه متمدد وعمال ينهش. فما تجيش حضرتك تمسك في الأرنبة وتحطها للذكر ويجروا ورا بعض ودرجة الحرارة بتاعتهم تزيد أكتر. فكل دي حاجات يا جماعة بتخلي الأرانب تقبل تلقيح قدامك وكل حاجة، وتلاقي الأرنبة محمرة وكل حاجة، وتحط الأرنبة للذكر وتيجي بعد كده علشان الأرنبة تجسها، يا إما تلاقيها مش عشار خالص، يا إما تلاقيها الأعداد بتاعتها صغيرة، والدة واحد أو اتنين أو تلاتة. تاني حاجة يا جماعة معانا، نختار الوقت المناسب بالنسبة للأكل بتاع الأرانب. الاكل يا جماعه له علاقه طبعا بالخصوبه وله علاقه بالتلقيح. ما نجيش والارنبه جعانه مثلا الصبح بدري او بالليل. انت لو بتقسم الوجبه على مرتين مثلا، الارنب بيبقى اكتر وقت جعان فيه الصبح بدري قبل الوجبه، وبالليل قبل ما تحط الوجبه بيبقى جعان في الاوقات دول. ما تجيش في الوقت اللي انت قبل ما تعلف فيه بساعه او ساعتين او ثلاثه وتبدا ان انت تلقح الارانب، لان طبعا الارنب بيبقى جعان مش مفكر في التلقيح ومش مفكر في اي حاجه، فطبعا بتبقى نسبه الخصوبه عنده ما هيش عاليه، سواء كان الذكر او النتاي. ننجي احسن وقت يا جماعه بعد الاكل بساعه ونص او بساعتين، بعد ما تحط الوجبه بساعه ونص او بساعتين، بيبقى الارنب كل جزء من الوجبه وبدا ان هو يهضم، وبدا ان هو برضو يرجع ياكل تاني ويهضم تاني. فالارنب عنده خلاص هو شبعان. فلما يبقى الارنب شبعان بيبدا ان هو يدور على التلقيح وعلى الحاجات التانية، لان طبعا الحيوانات يا جماعة زي ما قلنا هي مش بتميز، عندها الشهوة بتاعت الاكل والشرب والشهوة بتاعت التلقيح. فطبعا احنا لو بقى الحيوان او لو بقى الارنب محتاج ان هو ياكل او يشرب، مش هيبقى مفكر في اي حاجة تانية غير طبعا الاكل والشرب، فطبعا هتكون الخصوبة عنده قليلة جدا. فطبعا لازم ان احنا نراعي الموضوع ده. تالت حاجة يا جماعة، لازم ان احنا نراعي ان الارنبة تكون محمرة. الارنبة لما تكون محمرة، هنبدأ لما نحطها للذكر ان هي علامة التحمير ديت ان هي طبعا الارنبة في اعلى معدلات الخصوبة بتاعتها، فنبدأ ان احنا نحطها للذكر، فتبدأ طبعا الارنبة ان شاء الله تقبل تلقيح على طول. ممكن ان احنا نحط الارنبة للذكر وهي مش محمرة، ممكن ترفع وتلقح قدامك وتمام التمام مفيش اي مشاكل، ويجي بعد كده تجس الأرنبة برضو ما تلاقيهاش عشار.
رابع حاجة معانا يا جماعة أو خامس حاجة معانا في الفيديو بتاعنا النهاردة من الأسباب اللي بتخلي الخصوبة في الأرانب، أو بتخلي الخصوبة عند الأرانب مش عالية، أو بتخلي نسبة التلقيح قليلة جدا في الأرانب، إن الأرنبة يكون عندها أي مرض معين، أو تكون مسلسلة ضعيفة طبعا، نتيجة إن هي مثلا والدة ولدين ورا بعض. حضرتك مثلا لقحتها مرة وولدت، وجيت لقحتها تاني بعد الولادة على طول، فولدت ولدين ولا ثلاثة مع بعض. طبعا الأرنبة جسمها بيضعف وتبدأ إن هي تكون مسلسلة وضعيفة. فطبعا في الأوجات دي يا جماعة مش لازم إن أنت تلقح الأرنبة خالص، لأن الأرنبة طبعا مش هتقبل معاك تلقيح أصلا، ولو قبلت معاك تلقيح هيكون نسبة التلقيح سلبية، ولو كانت نسبة التلقيح إيجابية هتكون الأرانب قليلة جدا، أو الإنتاج بتاعها قليل جدا، لأن طبعا الأرنبة ضعيفة ومسلسلة، مش هتلاقي الخصوبة عندها عالية، أو مش هتلاقي الدنيا عندها شغالة صح. فطبعا لو حتى هي لقحت وولدت جابت 3 4 أرانب، هيجوا يرضعوا ومش هيلاقوا لبن ومش هيلاقوا حاجة، وهيبدأ إن هم يضعفوا ويموتوا. يبقى عندنا ال3 4 أو ال5 حاجات دول يا جماعة نخلي بالنا منهم. نخلي بالنا مهم جدا إن إحنا ما نحطش الأرنبة للذكر في أوجات الحر جوي جوي أو البرد جوي جوي. نخلي بالنا ما نحطش الأرنبة للذكر وهي جعانة والذكر جعان. ما نحطش بعد الأكل على طول، نستنى بعد الأكل بفترة. ما نحطش الأرنبة غير لما تكون محمرة. ما نحطش الأرنبة لو هي عندها أي مرض معين، او لو هي مسلسله، لان طبعا لو هي عندها اي مرض معين هتبدا ان انت تعالجها الاول. ومعظم العلاجات بتؤدي الى الاجهاض في الارانب، يعني جميع المضادات الحيويه، انواع كتير من الايفوماك بتعمل اجهاض برضو. اي حاجه، فانت تعالج الارنبه عندك الاول، وبعد كده تبدا ان انت تدور على ان انت تلقحها، او ان انت تحطها للذكر. بكده طبعا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.